بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا مش نسيتوني. يعني بقى لي فتره كبيره جدا مش منزلت اي فيديوهات، ومعرفش يعني هو انا مش وحشتكم ولا ايه يا جماعه؟ طيب. عايزه بس اقول لكم النهارده هنعمل مع بعض البوكيه ده بوكيه ترند جدا. يعني سالتوني عليه كتير قوي، ازاي ندخل اللولي او الكريستال ندخله مع البوكيه توليب. طيب، اول حاجه طبعا احنا عملنا قبل كده مع بعض بوكيهات توليب كتيره جدا، وعملنا البوكيه الكريستال لوحده، فهندمج بقى الاتنين مع بعض. واستنوا كمان الفيديو ان شاء الله، في فيديو تاني هنزله لكم اللي هو بتاع البيبي فلاور بقى مع اللولي والكريستال. هبقى برضو هحاول ان انا انزل لكم برضو صورته عشان تشوفوه. هتلاقوه عندي على الانستجرام، تعالوا على الانستجرام وشوفوا. يا ريت ما تنسوش اللايك وسبسكرايب قبل ما تشوفوني. انا مي الليسي، ودي قناه المتواضعه. كمان عشان تعرفوا انا ازاي عملت اللولي او الكريستال ده، هتلاقوا في صندوق الوصف الفيديو بتاعه، لينك الفيديو بتاعه، روحوا شوفوه. واي حاجه عن تنظيم الحفلات والورد والهاند ميد والحاجات دي كلها تقدروا تشوفوها عندي على القناه بكل سهوله. باذن الله الفتره الجايه هحاول اوفر لكم بوكسات عن الخامات بتاعه الهاند ميد كلها. هنتكلم عن مشاريع صغيره جدا من اولها لاخرها. بمعنى مثلا هنمسك كل مشروع لوحده منفصل. التنظيم الحفلات والبالون لوحده وادواته وحاجته هتقدروا تجيبوها بسهوله. طيب البوكيهات بتقدروا تجيبوها بسهوله. هنستخدم مثلا ان شاء الله الشمع والريزن وشويه حاجات كده كتيره جدا الفتره الجايه باذن الله هتشوفوها معايا. فتابعوني في عرض جاز عشان تشوفوا كل جديد، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان برضو تفاصيل البوكسات دي كلها هناك. تمام. طيب، اول حاجه انا جبت 2 باقه من التوليب ده. في توليب بلاستيك وفي توليب سيليكون. طيب، السيليكون بيبقى محتاج كميه اكبر، بحس السيليكون مهما حطيت فيه باقه واتنين وتلاته بيبقى صغير. طبعا ده ليه ناس ودي ناس برضو. السيليكون خلي بالكوا عيبه فظيع جدا، ان هو لونه بيغير بسرعه، مهما حاولت تحافظي عليه لونه بيغير، بيصفر. فخلي بالكوا برضو من النقطه دي. تمام. ده عادي قماش، سعره برضو حلو معقول، يعني وسط عن الاسعار دلوقتي. انا بعمل ايه؟ اول حاجه طبعا انا قصيتهم كلهم بالقصافه، بقصهم بالقصافه اللي هو الزراديه زي ما انتوا بتقولوا. ببتدي بقى اجمعهم عشان يبقوا ايه، سوا واحد كلهم في نفس الاتجاه. بالسلوتيب بلزقهم في بعض، بلزق اول واحده بسلوتيب، وبعدين بحاول ان انا الزق مثلا كل واحده او كل اتنين مع بعض بسلوتيب. ليه بقى بعمل كده؟ عشان كلهم يبقوا في اتجاه واحد، او يبقوا متوازنين. اللي شاف الفيديوهات اللي قبل كده، اللي عملت البوكيه برضو التوليب معاهم قبل كده، هيعرف ان انا ايه. لازم نعمل كده علشان بيبقى في الباقه نفسها هتلاقي في واحده عاليه وواحده واطيه كده يعني. تمام. طيب، يبقى الفيديو ده بيعتبر اكنكم كده هتعملوا حاجتين، فاللي ما شافش فيديوهات التوليب قبل كده يقدر يجمع بوكيه توليب مع بعض. انا احتجت 2 باقه. الباقه يا جماعه تقريبا فرنج يعني. دلوقتي فرنج الواحده ب 125 جنيه، يعني الاثنين الباقه بس. فحوالي فرنج 125، يعني الاثنين كده ب 250 جنيه بس. ده لسه اللولي او الكريستال او السلك. ماشي، ده غير طبعا اللي هو الخيط اللي هنستخدمه كل حاجه. تمام. طيب، انا كده بقى اديتنا انا اجمعهم مع بعض. بحاول ان انا ارصهم مع بعض بالمنظر ده وبلفهم بالسلوتيب. ممكن تعملوا باقة واحدة وتزودوا في عدد الكريستال او اللولي زي ما انتوا عايزين. في ناس طبعا بتدخل كمان اللولي والكريستال في وسط البوكيه نفسه. طبعا هتعرفوا ازاي دلوقتي، يعني ما تعرفوا ان انا بركب ده مع ده ازاي، هتعرفوا بقى منها. تمام. احنا هنستخدم كل حاجة في الفيديو ده. تمام. بس اهم حاجه طبعا السولوتيب، يعني زي ما قلت لكم بنثبتها. بصوا كله في نفس الميزان كده بعينيكم. ممكن تكتفوا بدول يبقى كده زي باقه واحده، وتكملوا بقى لولي وكريستال وحاجات تانية زي ما انتوا عايزين براحتكم. ده حسب ذوقكم وحسب العروسة وحسب الصورة اللي انتوا بتنفذوا عليها، او مثلا حسب العروسة محتاجة ايه. فاهميني؟ اللي نفذ البوكيه ده قبل كده يقول في الكومنتات نفذوا كان خامات عليه بكام وباعه بكام، او يعني هو بيتباع عندكم بكام، وقولوا مثلا مكانكم فين. عملت معاكم الفرع ده قبل كده في فيديو. تمام. فشوفوا الفيديو اللي فات هتلاقوني عاملاه معاكم بالتفصيل اكتر. تمام. عشان بس ما ضيعش الفيديو وان الوقت بتاع يفوت اكتر. بس انا كنت حاسه ان انا محتاجه ازود بقى الباقتين كاملين، فانا هزودهم بقى وخلاص يعني. هيبقى البوكيه كبير كده ومليان، بيبقى احسن بكتير. ممكن كمان تزودوا براحتكم لولي او كريستال طبعا زي ما انتوا عايزين. تمام.
لو مش حابين تعملوا بسولوتيب طبعا تقدروا تعملوا بشمع عادي جدا، بس السولوتيب اسهل بكتير ومنعا للبهدله وان الواحد مثلا يتلسع او كده. ممكن ده يبقى بوكيه لوحده، تمام. تقدروا بقى تبيعوه زي ما انتوا عايزين. نلف عليه مثلا خيط الخيط الخيش، وتعملوا عليه فيونكة ستان او فيونكة تل، تمام، ماشي، او اورجانزا. دلوقتي بقى طبعا يعني زي ما قلت لكم ان احنا عملناه مع بعض قبل كده الحاجات دي الفروع دي، فانا بعمل الفروع، بحط كذا فرع في بعض بحيث ان هو يعمل فوليوم كتير. ممكن احط فرعين ثلاثة، تمام. هو عموما ده انا مستخدمه على فكرة السلك الخفيف، بس لفاه على بعضه اكتر من مرة. لما بضيف كذا واحدة مع بعض وبلفها بيبقى السلك بيدي متانة. عشان بس اللي مش لاقي السلك، باذن الله هحاول اوفره لكم الفترة الجاية. هعمله برضو في البوكس بتاع البوكيهات، هوفر لكم السلك ده، تمام. هو بس في مشكلة برضو ان هو للأسف لونه بيغير. في ناس بتاخده بتوديه لبتوع الفضة يدهنوه، يعني مثلا ايه يدهنوه، يعني انتوا متخيلين؟ بس حاسه الموضوع هيبقى مكلف قوي 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 كمان. اللي عمل له يعني طلاق قبل كده يقول في الكومنتات هو كلفه قد ايه، تمام. طب بصوا بقى انا بلفه ازاي. انا عملت مثلا كده تبقى دي اكني فرع، وبلفه على الورديه اللي على الحرف خالص بالمنظر ده. لو حاسين ان انتوا محتاجين اكتر من فرع بلف مثلا 2 على ورديه واحده عادي جدا. بصوا مدي فوليوم وحلو ازاي. بنلف السلك بسهولة جدا على الوردية. ممكن كمان نضيف اللولي ده، مش لولي ده اللي هو اسمه ايه يا ربي، بيلمع كده، اللي هو اسمه ايه والله مش عارفة اسمه ايه. فص، هو اسمه فص اللهم صل على النبي والسلام. مش فاكرة. المهم ان احنا بنضيفهم مع بعض. وفص عامل زي ايه، تقريبا شبه فص الالماظ، يعني عماله افتكر في اسمه بس مش جايب معايا خالص. عموما يعني انتوا عارفين شكله. بضيف بقى 2 مع بعض زي ما انتوا عايزين وبلفهم على بعض فبيبقوا متينين جدا يعني. وهيبقى متاح برضو اللولي من ده، واللولي ده برضو بيتباع بالكياس، يعني بالنص كيلو بالكيلو. وفي ناس بتبيعه باللي هو بالعقد الطويل ده بيبقى تمام. يعني خلي بالكم برضو ده ممكن ياخد في حوالي ربع كيلو مثلا، اقل من ربع كيلو، حاجة بسيطة، تمام. فنبتدي بقى ان احنا برضو نلفه حوالين الورديه اللي بره خالص. هنعمل كده في كله زي ما قلت لكم. لو انتوا عايزين محسين مثلا ان بين الورده والورده في مسافه فاضيه تقدروا تضيفوا تاني. ممكن طبعا تزودوا اللولي والكريستال ده زي ما انتوا عايزين. انا هنا مستخدمه على فكره كريستال بس. ممكن طبعا تضيفوا اللولي او تضيفوا اللي هو الفص الالماظ، تمام. بيتباع بالفصايه او في كيس كده بيتباع كذا حاجه مع بعض، تمام. نقدر بقى طبعا انا عملت طبعا كميه كبيره جدا، وعشان الوقت ما ضيعش عليكم الوقت كتير، بس تكونوا انتوا عارفين هو بيتركب ازاي. بس طريقته معموله في الفيديو اللي فات فشوفوه، مش اللي فات بالظبط، هنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف. بس انتوا ممكن بقى طبعا ممكن بنفس الفكره ان احنا نلفها على الورده دي وندخله في النص، عشان برضو ايه اللي عايز يبقى اللولي او الكريستال يبقى في النص بنفس الطريقه. اوكي، عشان يبقى احنا كده عملنا كل الطرق، فاضل بس الطريقه الاخيره اللي هو مع البيبي فلاور. هنزله لكم برضو في فيديو تاني علشان تفاصيله برضو وتكاته وكده. في حاجة يا جماعة، أنا هنا الورد طبعا أنا كنت قصاه بالقصافة. فالحتة اللي في الورد نفسها اللي بتبقى في آخر الوردية ما كنت قصاها. احنا ممكن نضيفها هنا عشان يبقى الورد أطول شوية أو البوكيه طويل شوية، فانتوا ممكن تزودوها لو انتوا عايزين. أو تزودوها بيبقى فيه على فكرة عيدان، بيتباع برضو عيدان للورد ده، عشان بتبقى في ناس معينة بتبقى محتاجة الورد نفسه أو الباقة نفسها الإيد بتاعتها تبقى طويلة، أو بيبقى شكلها أخضر كلها. بتبقى عيدان كده بتتباع لونها أخضر ومتوفرة برضو. يا رب أكون فدتكم. أنا طبعا إيه جيت هنا لفيت بعد ما لفيت طبعا كله ده كده بالمنظر ده، لفيت سلك عشان يبقى إيه ألف كل السلوك مع بعضها. تقدروا تلفوا برضو سولوتيب عادي جدا. من الباقتين دول في فروع خضراء، انا حاولت ان انا اشيلهم من النص، اشيل مثلا الواحده فيها كذا فرع، فانا شلتهم من النص كتير، سبت حبه طبعا وشلت حبه عشان استخدمهم بالمنظر ده. بصوا بقى الفكره دي عشان مهمه جدا. الحته دي اول حاجه هتداري معانا السلوك اللي طالعه، تاني حاجة هتداري معانا الإيد على قد ما نقدر. برضو يبقى فيه لون أخضر كده بيدي بريق طبعا للورد، يعني مع الورد طبعا ده كله أذواق، بس أنا شايفاها إنها أحسن بصراحة. قولولي برضو انتوا رأيكم كده أحسن ولا لأ.
قصيت طبعا كميه كبيره ولزقتها بالمنظر ده. طبعا الايد هنا قصيره زي ما انا بقول لكم، بس هي تمام يعني، هي حلوه في مسكه الايد، بس تقدروا ان انتوا تطولوها زي ما قلت لكم، يا اما من البوكيه نفسه الحته الزياده اللي انا قصيتها دي ممكن تخلوها موجوده، اللي شوفها في الفيديوهات اللي فاتت، او تشتروا بقى اللي هي العيدان دي براحتكم، او اللي عمل بوكيهات قبل كده بيتبقى منها الفروع اللي تحت دي يقدر يزودها براحته. تمام. وطبعا هنا ده اللي هو خيط السناره، خيط السناره تاني، لا خيط الخيش ده مهم جدا برضو، شكله حلو قوي مع الاخضر والابيض. هنبتدي ان احنا نلفه بالمنظر ده بقى، هقول لكم هتشوفوا شكله دلوقتي، لفيته معاكم كذا مره في كل الفيديوهات تقريبا، فبرضو لو في حاجه مش واضحه روحوا شوفوا الفيديوهات اللي فاتت. ادوا لنفسكم مساحة مثلا من 4 ل5 أيام، عشان الموضوع بياخد وقت. ممكن يكون يبان سهل، بس على فكرة الموضوع بياخد وقت يعني. تمام. على فكرة في فروع بتتباع جاهزة، لو انتم مش عايزين تجيبوا السلك والفروع، في فروع بتتباع جاهزة، بيبقى بالفرع كده محطوط في كيس وتقدروا تجيبوه، تقريبا كان ب10 جنيه شفتوا اخر مرة، الله اعلم دلوقتي بكام، فانتوا برضو تقدروا تجيبوه لو انتوا حاسين ان هو هيوفر معاكم وقت وجهد وكده. بس خلي بالكم ممكن يخلي سعر البوكيه عالي شوية. بس طبعا يعني والله اللي مش عايز يعني يدفع بس اللي عايز شكل معين يدفع. نلف بقى ده كله ونغطي كل ده. تمام. وهنعمل بقى فيونكة بسيطة شكلها حلو كده من اللي هو الستان الأورجانزا ده تل أورجانزا. بصراحة بحبه جدا وأشيك من الستان مليون مرة. وكمان ده كده مشرشر فيه شرشرة كده، فشكله حلو قوي. تقدروا تجيبوه بالمتر من أي حتة، لو برضو محتاجينه قولولي. باذن الله هحاول الفتره الجايه ان اعمل لكم بقى شحن محافظات، للي عايزين اي حاجه او اي تفاصيل يبعتوا لي، واحاول ان انا اعملها لكم يعني. اعمل برضو بوكس كده للمبتدئين، للي حابين ان هم يبتدوا في بوكيهات الورد. فيونكة كيوتة كده وأمورة وبسيطة، وتقدروا طبعا تقصوا الزيادة عادي جدا بالمقص. ممكن كمان تثبتوا بنقطة شمع عشان ما يفكش برضو. ممكن تحطوا لولي كده في النص براحتكم خالص، يعني دي حاجة لذوقكم. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش دعواتكم جدا الفترة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. أتمنى يعني هو قرب قالوا يعني شوية كده قربنا، فادعوا لي كتير جدا الفتره الجايه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله بلاي ليست كامله عن رمضان، فروحوا شوفوها واستنوا باذن الله اي فيديوهات حاول انزلها لكم تاني يعني عن رمضان او حاجه، فاستنوها باذن الله. باي باي.